طويلة. الحوضي ممتازة ظهير دولي حلوة سبحان الله. الآن يعني تفاهم كبير بين عبد الله والحوضي جدا. الآن الرجل لعبها إلى يحاول عن طريق عبد الله ديب الراي. عبد الله وماذا يقول الحكم؟ الحكم يبدو طبعا الحكم الأردني يستعد لإصدار لاعب أردني على أساس طبعا هنا يقول له أنت مثلت وعبد الله بالتأكيد يسير مع البلد الحكم. شايفها كويس، زاوية الرؤية رائعة والإعادة وضحتها، وأدم مخازن يقوم بعمل تحكيمي رائع جدا. لكن أيضا عبد الله ديب قبل أن يدعي سقوطه جواو فينا حسين سلمان يرفعها داخل منطقة خطيرة، لمسها لاعب ولاعبين من اللون الأبيض، ولكن في النهاية أبعدت إلى ركنية. في نص الملعب محمد أدهم شريف يعود إلى زكريا القدور. تتشتت أمامية من كامل الأسود، ضربة رأس لكن برا الكرة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح فريق الجيش السوري. هذه أمامنا فرانكو. البطولة عربية دائما في 10 مواسم و10 نسخ سابقة. هذه هي النسخة 11 لهذه البطولة. تحضير في نص الملعب سعد أحمد تماما. هدف أمامنا في الدقيقة 36 كان لفريق الجيش السوري على فريق الرفاع. ميرزا، سلطان الدوسري، ديبول، عبد الله الزايد، سيد هاشم اللي نزل، عبد الله ديب، حسين سلمان، كامل الأسود، سيد جعفر، عيسى مثنى، محمد الطيب. خرج الزايد وخرج اللاعب ميرزا تقريبا، لأن التبديلات كانت في بداية الشوط الثاني. كان أدرك التقدم للجيش السوري في بداية أو في الدقيقة 36 من الشوط الأول. تمريرة عرضية ثاني من جديد. الكرات العرضية من الجانب الأيمن والجانب النشيط في فريقنا اليوم التعادل، يعني الخروج الرسمي من المنافسة على التأهل. هذه محاولة أمامية حسين سلمان. يا ولد يا لعيب يا لعيب يا لعيب، جملة تكتيكية رائعة. فريق الرفاع بيقدم شوط ثاني ولا أروع، لكن ينقصه فقط التهديف، ينقصه فقط التركيز أمام المرمى. التبديل الثاني للجيش السوري. دائما التبديلات بتيجي أثناء الإعداد. عيسى مثنى، عيسى مثنى بينطلق ويخترق. عيسى مثنى في الجبهة اليسرى بيلعب الكرة العرضية، تتشتت على طول من سعد أحمد. هجمة تتردد، السيطرة الرفاعية، السيطرة السماوية. العنزي لاعب الدوري الكويتي ويلعب فريق الكويت الكويتي، من أبرز اللاعبين. درب المنتخب الكويتي. هنا محاولة إذن تعود إلى الأمام. هنا انطلاقة إذن سريعة، وكرة تصل سريعة عن حالة المرمى. تلعب إلى ركلة المرمى، توصل إذن إلى الأمام. حاول إذن وفيه خطأ. إذن تلعب في أقصى اليسار. الشيخ السنغالي يطلق الكرة طبعا في اللحظة الأخيرة من سعد أحمد، يستعيد من هنا ياسر لفواز. كرة تبعد من جانب المدافع السوري سعد أحمد، ورمية جانبية لمصباح تمرير زكريا القدور. سعد أحمد، هذا هو اللاعب محمد أدهم الشريف.
مدافعي الفريق السوري يحاول دوما تهدئة اللعب. عبد مبروك كرة أمامية لمسة من قاسم للشيخ الشيخ يكسب خاطر السنغال. الشيخ صاحب الهدف الوحيد للنجمة في مباراة الكويت الكويتية. هذا السنغال يتحصل على الدول اللبناني لكون الأسماء موجودة. ستحاول تعطيه الجيمات العديدة. عباس عبد الله مدير قاسم يحاول مرور محمد قاسم يغسل كرة محمد قاسم تعود سوريا تصل عند سعد احمد. سعد احمد يلعب كرة عند زكريا القدور. قدور عز الدين العوض عوض لزكريا القدور. زكريا القدور مرر لسعد احمد. سعد احمد كرة تمس ميدان عن طريق المدافع شادي سكان يمر شادي ولكن المنطقة مع البهادي قروط. الكرة تعود سوريا لسعد احمد. سعد احمد الكرة للانطلاقة السوريين احمد حسين داتشي. مر الكرة عند سعد احمد. قدم دقيقة واحدة كوقت بالضيع لهذا الشوط تنفيذ الركنية. روتشالي يلعب كرة داخل ما يعتقد محاولة خطيرة ولكن يحسن كرة مرت بسلام على مرمى النجمة. غريب جدا الجيش السوري من الشوط الأول من أجل انتزاع نقاط المباراة. كرة من جديد للسالة السورية عند المدافع سعد أحمد كابتن الفريق. سعد مع الكرة مرر سعد لمحاولة والأندية الشهيرة في سوريا ويمتاز بشعبية كبيرة عند السوريين. كرة من جديد في وسط الميدان عند محمد شماس يمرر كرة محاولة مستمرة الكرة عند الفريق السوري. سعد أحمد خطأ الآن لمصلحة الفريق السوري. أكمل اللقاء يحتفل فريق النجمة تمريرة من ترسل كرة أمامية معادة من جديد من دفاعات فريق الجيش. مؤيد خولي سعد أحمد. محمد يحاول أن يستغل هذا اللقاء اللي يقام في ملعب محايد. حاول ان يستغل باتصال كرة تبعد من جانب المدافع سعد احمد. تحاول خارج الميدان بجانبيه. النتيجه عوض عز الدين عوض مر الكرة محمد ادم شريفه تمر من سعد احمد. كرة عند السوري بينما الكرة تعود للنجمه. انطلاقه لبنانيه تدخل موجود من سعد احمد. إلى فهد العنزي الذي يحاول التقدم للأمام. هي مساحته والتسديدة والكرة تصدي يأتي مباشرة أمامنا. توهج من البداية من أصحاب الدار لإكرام الضيوف بكرة مرة للنجم فهد العنزي. النجم الذي تألق وفي الآونة الأخيرة عنوانا بارزا هجوميا لكرة القدم. كرة ملعوبة وتمريرة في الخلف إلى سعد أحمد. سعد ونقلة مرت من أمام سعد الكرة. ركلة ركنية والبريكي في تنفيذ الركلة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. تبحث عن رأسية من جانب الهمامي ولكن مرت بعد ذلك. تعود إلى كرة ملعوبة مباشرة للأمام. محاولة اللي أمامنا عجب يحاول تهيئة الكرة داخل منطقة الجزاء. وينك يا عجب وينك. مرت على خالد عجب. مرت على خالد عجب إلى أحمد من مجهود في لحظة بحثت فيها الكويت عن هدف كاد يبحث فيها عن الأهداف كاد أن يجدها في مرماه. مرت وعدت الكرة الماضية محاولة كانت موجودة. مرت وعدت الكرة. نصل للدقيقة 88 من عمر المباراة وهنا التدخلات. روجيرو يعني وجد نصيب كثير
من هذه التدخلات الموجوده امامنا. نادي الكويت الانتظار ابدا يا روجيرو، المحاوله والتمريره ملعوبه، ولكن هو وقت الاستبسال الدفاعي بكل تاكيد، وقت الاستبسال الدفاعي. تمريره، محاوله هنا للتقدم واشاره الى خطا. 2015 لقاء اليوم هو لقاء الاشقاء، هو اللقاء العربي اللي بيجمع بين النجم اللبناني امام نادي الجيش السوري، بيحتل مركز اول برصيد 11 نقطه، تاهل رسميا للدور الثاني، ولكن اللقاء اليوم بالنسبه له هو الاجمل مباراه من اجل الاحتفاظ بالمركز الاول في هذه المجموعه، طبعا المجموعه الرابعه، من اجل طبعا يعني مباراته القادمه في الدور الثاني هتكون باذن الله على ارض وسط جماهيره. هيبدا اللقاء مشاهدينا هنا اللبناني، الركنيه والعرضيه والراسيه، تعدي يلحق كورته، الراسيه قويه من رقم 2 حسين منصور، هجمه على الشمال للاعب نجوم النجم اللبناني، لمسه من رقم 20 المهاره من خالد التكجي، محاوله من ضرب عرضيه، ولكن دخول قوي ودفاع قوي، انطلاقه من الثانيه من احمد حسام، ولكن ورا الدفاع تحضير والسلام من على طول خالد خوجلي، ورا تصل ناحيه سعد احمد، يبني هجمه حلوه على الشمال لمؤيد الخولي، تحضير هجمه اماميه، استلام بمهاره، ولكن راسيه قوي بالدفاع، ولكن في فاول لصالح الجيش السوري، ضربه حره مباشره، كمان في انذار، ده اول انذار في المباراه من نصيب السنغالي الشيخ رقم 16، خد انذار، خبرات كبيره، هو الثعلب الالماني بوكير الالماني، مدرب ذو خبرات كبيره جدا، ربي قال طبعا تصل الدفاعات فريق النجم اللبناني، ولكن الدفاع من رقم 2 سعد احمد 1-1، يعني كده حتى الان تصدر حتى هذا للبطل السوري. هجمه انطلاقه سريعه، عدى فضل بخطوره لسعد احمد، عدى سعد، خطيره جدا سعد، هوب العرضيه، لكن الدفاع اللبناني جيد جدا، طلع كورته بره، ركنه موجوده لصالح نادي الجيش السوري اللي بيقدم لكم مستوى ممتاز جدا، سواء على المستوى المحلي او كمان على المستوى السوري، لهم مني كل التحيه وكل. في مدينة إربد التي تبعد عن العاصمة الأردنية عمان بنحو 70. في الدفاع في وسط الملعب باسل مصطفى، الدين عوض، خالد كوجلي. تنقصها هذه الانتعاشة وهذه الديناميكية، لا شك أن الجماهير السورية والأردنية التي تتابع المباراة والجماهير العربية تتمنى أن تشاهد مباراة حلوة بين الفريقين. يعني حينما يلتقي الجيش، وكرة مرة أخرى إلى محمد طنوس، إلى علي الذيابات، يلعب كرة عرضية علي الذيابات، لكن تبتعد، خاصة إذا كانت هناك مباراة حماسية وفرص كثيرة وتألق أمامها حارس المرمى، أو كذلك إذا كان هناك ركلات جزاء ترجيحية وصدها الحارس، وهذين يتدخل الدفاع ويبعد هذه الكرة، وزكريا القدور يأخذ هذه الكرة، ثم سعد أحمد، والكرة لفائدة فريق الجيش في هذه المباراة، لكنه لم يجد المساندة اللازمة. وصل الدقائق الأخيرة تغير كل شيء بفعل ضربتي جزاء الأولى أضاعها لؤي عمران، عميد وكابتن فريق نادي الجزيرة.